السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير، صحة وعافية وسلامة وأمن وأمان وين ما كنتوا وش وقت ما جالسين تشوفونا. حبينا اليوم نلتقي وياكم من قبل أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وعترته الطيبين الطاهرين، وأعظم الله أجر مولانا صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. حبينا اليوم نلتقي وياكم وعلى بركة الله سوينا شلة باسم أهل البيت أجمعين، وعلى الخصوص سيدتي ومولاتي رقية ومولاي الحسن المجتبى اللي زامت وفاتهم يوم بعد يوم. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون مواد الشلة هي البقوليات اللي شاهدتوها بالفيديو، هي عبارة عن الباقلة المفلسة وجهين، وحمص العدل، والماش أو الهرطمان العدس بكشورة، ومعكرونة وأسبكتة ولوبيا حمرة، ومن هاي البقوليات اللي شاهدتوها. نقعت المواد قبل نص ساعة مو هواية، سوينا كمية قليلة وإن شاء الله واصل. فنقعتها قبل نص ساعة مو هواية، من كل شي كوب وشوية تقريبا. عدا الحمص كنت منقعته بالليل، الحمص العدل، والباقي كلهم نقعتهم نص ساعة وحطيت القدر على النار. مثل ما تشاهدون لحم عجل استخدمت كمية نص كيلو مو هواي أيضا. حمست راس بصل، كمية قليلة من الزيت، قليلة كلش، راس بصل واحد للنكهة. حمسته ونزلت عليه اللحم بعد ما قطعته صغار، لأن بعدين راح نهرسه. أكو ناس تخلي اللحم عدل، إحنا لا، ما يرغبون للحم هواي، فراح أهرسه مجرد يستوي وبعدين نطلعه نهرسه. حمست راس البصل وحمسنا اللحم، وراح أضيف كم ملعقة صغيرة من الكركم فقط، يضيف نكهة طيبة الكركم من ينحمس. ومن بعدها نبدأ نضيف المواد. المواد اللي راح أضيفها بالبداية هي المواد اللي تحتاج فترة استو أكثر، اللي هي الباقلة أم وجهين والحمص والفاصولية. هاي مثل ما تشوفون ضفناها الحمص والباقلة والفاصولية. راح أعطيهم فد حمسة قليلة، من بعدها راح أضيف عليهم الماء المغلي. باقي البقوليات ما تحتاج فترة تستوي هواي حتى لا تنمرد وتبقى مبينة، فمن بعد ما تستوي هاي المواد نضيفهم. غليت ماي وراح أنزل عليهم. هنا بديت العفو نرفع الزفرة أو الرغوة اللي يصير على طرف القدر. البقوليات تطهي هي هاي الرغوة، واللحم أيضا رفعتها بالكامل. وراح أضيف ماي بعد مغلي. تعرفون الغلاية بين ما تغلي مرة مرة وأضيفها، وراح أغطيها وأتركها تستوي المواد على راحتها. هنا ضفت بعد ماي وغطيتها وتركتها. ورا فترة نص ساعة مو هواي جيت عليها لقيت المواد مستوية ما شاء الله، بسرعة استوت المواد. هنا بديت ضفت اللوبيا الحمراء، وضفت الماش، وضفت الهرطمان أو العدس بكشورة، شلون ما تسموه. وطيتها خوطة، وطيتها الماء الكافي أيضا ضفت عليها لأن يحتاج لي النشرن ياخذ الماء. وراح أغطيه أيضا وأتركه. ما شاء الله المواد بسرعة استوين وما أخذن وقت هواي. هاي الفترة بديت أحضر البصل. قشرت كمية من البصل لا على التعيين، كلكم تعرفون الشلة تحتاج بصل أيضا للقدر وعلى رؤوس الماعين. بديت سويته جوانح رقيقة، فرمته أو حضرته حتى نبدأ نحمسه. خلصت البصل رحت للقدر، لقيت المواد ما شاء الله كلها مستوية.
بديت هنا من شفت ما بعد كلها مستوية المواد، بديت أعزل اللحم وقليل وياه من المواد اللي ترفع بالتفجير حتى أهرسهن، أو تردون تدقوهن بكعب القلاص أو مدقاقة، أو تردون بمحضرة الطعام. أنا سويتهن بمحضرة الطعام حتى يطن ثخن أيضا للشلة، واللحم ما يبقى ويطي نكهة بنفس الوقت. عزلت كل اللحم من بعد ما استوى تماما. قلت لكم اللي يحب يبقى اللحم، أيضا اللي يحتاج اللي تقدر بلي اللحم تصير بلي اللحم، هي طيبة بقولياتها طيبة، مو إلا لحم. تقدرون تسووها بدون لحم، أنا مرات أسويها بدون لحم. هنا من بعد ما هرست المواد محضرة الطعام، نزلتها على باقي المواد على القدر وطيتها خوطة، وراح أنزل باقي المواد. بما أنه استوى ذن المواد، نضيف آخر شي عندنا المعكرونة والأسباجيتا، لأن ذني كلش استواءهن سريع وما يتحملن. هاي كمية المعكرونة. استخدموا حبايب المعكرونة الصغار والأسباجيتا، واللي متوفر عندها الرشتة اللي أنا مصورتها وياكم فيديو قبل. هالمرة ما طلع، أنا ما اشتريتها، متوفرة عندي الأسباجيتا، قطعتها حسب الحجم اللي ترغبوله وضفتها أيضا. وهنا بديت ضفت الملح، لحد هسه كل شي ما ضفنا. ضفت الملح، ضفت قليل من 7 بهارات وقليل من الفلفل الأسود. 7 بهارات لأن مستخدمين اللحم، ضفت قليل. هي الشلة ما تحتاج بهارات هواي أصلا، مجرد الملح والفلفل الأسود يعطيها فد نكهة طيبة. وراح أهدرها على نار قليلة وعيفها لأن استوت كلها. هالأثناء عفتها تتهدر، راح أبدي أثرم الخضرة اللي تحتاجها الشلة، واللي كلكم تعرفوها، هي السلق والكراث. بعد أكو ناس تضيف معدنوس، كزبرة، بس إحنا نضيف بس الكراث والسلق. الكزبرة لأن ريحتها قوية تضيف في الطعم ما نحبه. مجرد السلق والكراث كلش كافي. وما نسيناكم بالدعاء، خطنا القدر وطلبت كل حاجاتكم، وكل من وصانا بالدعاء لطلب الذرية، طلب سكن الدار، نجاح الطلاب، شفاء المرضى اللي على راسهم شفاء المرضى، تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وقضاء كل حوائجكم، والزيارة لكل محب والكل من مشتاق للزيارة. وأيضا ما ناسيكم بكل زيارة نروح لأبا عبد الله وبالفضل نذكركم ونقول جميع مشتركين وكل من خصنا بالدعاء والزيارة. جينا على البصل، ضفت ملعقتين من النشا على البصل اللي ثرمناه، وبديت أفرد بيه وفكفك شرائح البصل حتى يسهل علينا بالحمس، لا يبقى قطع قطع أو يتأخر بالحمس. اللي حابة تضيف نشا واللي حابة بدون نشا أيضا هو يقرمش، مجرد تطي دهن كافي. حميت الدهن وبديت أنزل وجبة وجبة. حبايب إذا ترجي قرمش بسريع لا تخوطين بالبصل، مجرد تضبين الكمية غاطيها بالدهن وتركيها. من بعد ما يبدي يحمر يلا تبدين تقلبيه للبصل. رجعنا على قدرنا، ضفنا الخضرة اللي ثرمناها، وشفتها هنا أنا محتاجة شوية من الماء لأن ثخنت، وضفنا الخضرة أيضا، فراح أخوطها وطيتها قليل من الماء وهدرتها. رجعت هدرتها، نارها هي الهادئة نفسها. حاول الخضرة تصير ثرم ناعم حتى لا تبقى من بالقدر قطع كبار. هنا شوف البصل بسرعة تحمر لأن ما خطناه. حاولوا أيضا تستخدمون الملعقة الخشب أنا هنا ما استخدمت هاي الملعقة إلا لما طلعتها حتى يتوشل الدهن منه. بسرعة قرمش، ضفنا الكمية الثانية
هالأثناء شلت كمية من البصل اللي حمسته وحطيت على القدر حتى يعطي نكهة، إضافة اللي حمسناه بالبداية هذا المحموص يعطيها لون ويعطيها طعم أيضا. وهنا بالتالي فرقعت لها مجرد شمشة واحدة من الدهن، دهن البصل اللي حمسنا بيه، وهدرناها وخلصنا وبدينا نصبها على بركة الله، ووزعناها للي أصحاب النصيب للجوارين والأهلنا والمقربين، وإن شاء الله يجعله ثواب واصل بحق محمد وآل محمد. مع السلامة.